عاوزة تعملي فطار صحي، جعانة اخر الليل ومش عايزة تعكعكي في الاكل عشان احنا بالليل، حابة تعملي لولادك وجبة متكاملة بشكل حلو ولطيف. تعالي هقولك تعملي ايه. تجيبي طاسة تكون نون ستيك وتدينيها دهنة سمنة، تحطي اي خضار عندك. انا كان عندي شوية مشروم حطيتهم، وهحط عليهم شوية طماطم مقطعة وشوية فلفل اصفر وشوية بقدونس. عندك كوسة ابشري كوسة، ابشري بطاطس، حطي اي خضار انت بتحبيه او ولادك بيحبوه. اديله تشويحة كده بسيطة في السمنة، مجرد بس ما ريحه الخضار ده تختلط كده مع بعضها، تكوني انت مجهزه بيضتين وتضربيهم مع بعض كده عشان كانك هتعمليهم اومليت بملح وفلفل. طيب انت لو من الناس اللي بتجوع او لو عايزاها وجبه فعلا متكامله بكل حاجه، حط لها معلقتين شوفان او معلقتين شوفان مطحون ومعاهم نص كوبايه لبن. انا كمان كان عندي شرايح لانشون كده في التلاجة بالزيتون، طبعا هو مش حاجه صحيه قوي بس طعمت الموضوع. وحطيت عليهم بقى البيض، وهرش عليهم رشه جبنه موتزاريلا. استخدمي جبنه موتزاريلا تكون نوعيه كويسه، تكون لبن طبيعي، وغطيها وسيبيها بقى كده مع نفسها. الجبنه الموتزاريلا بتدي طعم يعني غير المطه، بتدي طعم. وبنبدا بقى ان احنا نفضيها كده في الطبق بتاعنا لما تخلص، وايه ونحطها على النار تاني عشان الناحيه التانية تتحمر كويس. وبعد ما تتحمر كويس من ناحيتين هنطلعها ونقطعها، وهتبقى بالشكل الرائع اللي انتي شايفاه ده. فعلا جميله ومغذيه وحلوه جدا. لو حطيت لها كمان شويه شوفان ولبن هتبقى وجبه متكامله، عشان هتبقى حطيت لها كمان نشويات. وعايزه اقولك ان هي طعمها فعلا روعه وبتعجب كل الولاد، وهتحطي فيها كل العناصر اللي نفسك ولادك ياكلوها. ومش لازم تقولي مكوناتها ايه، وكل مره اعملي خضار مختلف عن المره التانية عشان تبقي بتجددي لهم. وده شكلها طالع بجد حلو قوي وطعمها لذيذ